في 24 نوفمبر سنة 1971 قام شخص مجهول الهوية بخطف طيارة اسمها بوينج رقم 727. المهم في اليوم ده اقتحم كابينة الطيار ورفع عليه سلاح وهدده بالقتل لو ما غيرش مساره فورا. بعد كده دخل على الركاب وخد كل الفلوس اللي معاهم وقدر يلم منهم مبلغ وصل قيمته ل200 ألف دولار، والرقم ده مبلغ ضخم بالنسبة للفترة دي. المهم نجح انه يقفز من الطيارة باستخدام المظلة، ومحدش عرف ابدا هو نزل في انهي مكان وازاي اختفى، ومحدش قدر يوصله بعد كده. الغريب ان مكتب التحقيقات الفيدرالي عثر على جواز سفر كان وقع من الخاطف اثناء تنفيذه لعملية السرقة، وافتكروا كده ان هم خلاص نجحوا في القبض عليه. لكن للأسف الجواز ده كان مزور وبياناته وهمية، ولحد هنا اتقفلت القضية على كده. والراجل ده كان مسمي نفسه في الباسبور دي بي كوبر، واشتهرت القضية بتاعته بنفس الاسم ده في الولايات المتحدة الأمريكية. والقضية دي حيرت مكتب التحقيقات لحد يومنا النهاردة، واعتبروها لغز غامض في عالم خطف الطيارات. انتظر أجزاء تانية من سلسلة الغموض، ولو عجبك الفيديو اضغط له لايك واشترك في القناة وتابع كل جديد أنا بقدمه، وما تنساش كمان إن رأيك بيهمني جدا في التعليقات. سلام.